هلا وحبايب، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم راح اطبخ وياكم تمن باقلة باسهل طريقة. هنا طبعا خلينا الجدر على النار وخلينا الزيت. هسه ايش راح نسوي؟ راح نضيف البصل حتى نحمسه. هنا راح نحمس البصل. راح اروح وارجع لكم بالخطوة اللي بعدها. هسه هنا رجعت لكم بالخطوة اللي بعدها. هسه هنا بعد ما حمس البصل ايش راح نسوي؟ راح نضيف الشمنت. طبعا هنا انا عندي الشمنت مجفف فخليته بالفوطة. طبعا اتمنى تنطوني لايك وتسوون اشتراك حبايبي انتم. هسه راح نحمس الشمس وارجع لكم بالخطوة اللي بعدها. هنا رجعت لكم حبايبي بعد ما حمسنا البصل بدينا عليه الشمس وحمسنا. هسه ايش راح نسوي بهاي الخطوة؟ راح نضيف الباقلة. طبعا الباقلة عندي مجففة مثلثتها وخالتها. هسه راح نحمسها حمس كل زين وارجع لكم بالخطوة اللي بعدها. هسه رجعت لكم بهاي الخطوة. هسه ايش راح نسوي؟ ورا ما حمسنا الباقلة والشبنت راح اضيف ملعقة صغيرة فلفل اسود. اكو البعض يحطون كركم، انا ما احب احط كركم حتى لا يروح لون الخضر مال الشبنت. راح اخلي شوية فلفل عادي. هاي ملعقة صغيرة. راح نضيف فلفل وراح نضيف ملعقتين ملح. هاي ملعقة وهاي ملعقة. راح نحط شوية يعني ملعقتين ونص تقريبا. وراح نضيف عليهم المي وراح نتركهم الى ان تستوي الباقلة شوية. راح نضيفهم المي. هسه راح نتركهم الى ان يتسبكون زين وارجع لكم. هلا وحبايب، هسه رجعت لكم بهاي الخطوة. شوفوا الباقلة بدأت تستوي عندنا وفارت ويا الشبنت والبصل والفلفل. هسه راح نفرغ التمن عليهم. طبعا انا هنا عندي تمن عنبر. احنا جماعتنا كل شي يحبوه. هسه هنا راح نخلطهم حتى نلابس الشبنت والباقلة ويا التمن. هسه هنايا راح نتركهم الى ان تنشف ويتهدى كل زين، بعدين اشوفكم النتيجة النهائية. هسه حبايبي رجعت لكم بهاي الخطوة. نشف عندنا التمن، هدينا النار عليه. راح نتركه فد 10 دقائق الى ان يتهدى واشوفكم النتيجة الاخيرة. هسه رجعت لكم حبايبي بهاي الخطوة الاخيرة. هسه التمن صار عندنا جاهز. شوفوا شلون استوى وشلون الفلفل كله. اتمنى تدعموني بلايك وتسووا لي اشتراك والف عافية ان شاء الله علينا وعليكم.